بيبدأ الأنمي بتاعنا بولد بيكون خايف جدا وبيهرب في الغابة، وبنبقى مش عارفين هو خايف من ايه بالظبط، وبيظهر مجموعة من الفرسان وهم بيتم الهجوم عليهم من وحوش غامضة. بنرجع تاني للولد اللي بيكون بيهرب ومعاه صندوق كبير وخايف عليه جدا، لكن فجأة بيظهر وحش ضخم وبيبقى عايز يخلص عليه وبيوقع على الأرض هو والصندوق اللي معاه. بيقوم الولد في آخر لحظة وبيهرب بكل سرعته وبيدخل لمكان يستخبى فيه، لكن الوحش مش بيسيبه وبيبقى عايز يخلص عليه خالص. بيحاول الولد إنه يبعده بشتى الطرق لكنه مش قادر عليه، وبينادي على واحد اسمه زايلو عشان يجي يلحقه من النسيبة اللي هو فيها. فجأة بيظهر شخص من العدم وبينط على الوحش بيخلص عليه، وبيبان إنه هو ده زايلو محترف في القتال. بعد ما بيخلص على الوحش بيحاول يساعده عشان يخليه يتخلص من الإصابة اللي فيه، وبنعرف إن فيه خشبة دخلت في جسمه وبيبقى عايز زايلو إنه يطلعها منه، لكن بيرفض دوتا وبيبقى عايز يسيبه عشان يموت ويتخلص من اللي هو فيه، لكن وكمان يعالجه. وطبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه قصة الاتنين دول. بنعرف ان دوتا وزايلو في عالم ما بيرحمش، لان اي شخص بيرتكب اي جريمة في العالم ده ما بيتمش اعدامه ولا حبسه، لا 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 خالص. يحصل معاه حاجة غريبة جدا، وهو انه بيبقى من الابطال، والابطال دول بيحاربوا الشياطين اللي احنا لسه شايفينهم من شوية، وبيودوا الأبطال دول في أماكن محدش بيطلع منها عايش، لأن بالتالي بتبقى مهمات خطيرة جدا بيساعدوا فيها فرسان المملكة من التخلص من الشياطين. وبيبقى دوتا وزايلو بيبقوا هما الاتنين من الأبطال بيساعدوا الفرسان، لكن دوتا بيكون عمل جريمة أكبر، وهي إنه سرق صندوق كبير، والصندوق ده للمفاجأة بيطلع تابوت. فبيستغرب زايلو من اللي عمله وبيقول له: هو انت غبي يا ابني؟ ازاي تسرق تابوت؟ هو انت عايز منه ايه بالظبط؟ هيكون في كنز يعني؟ انت تسرق جثة؟ كنت ايه غرضك من كده؟ لكن بيقول له دوتا بكل برود: انا لقيته شكله حلو عشان كده سرقت. بيروح زايلو ودوتا يفتحوا التابوت وبيتفاجئوا من البنت اللي موجودة جواه، وبيبقى شكلها غريب وشكلها كمان باين ان هي مش من البشر. تبقى البنت دي اسمها توتا وواحدة من الملوك المقدسة في العالم ده. بعدها بيروحوا يقفوا على حافة الجبل، وبيبص زايلو على الجنود اللي موجودين وبيقول لها: زايلو أنا مش محتاج مساعدتك. وبينط من على الجبل وبيجري بكل سرعته عشان ينزل أرض المعركة، مع إن دوتا مش موافق إنه يساعده، لكنه بيضطر إنه ينزل. وبدوتا طبعا بيوجهه لمكان الوحوش، لكن بيحاول ينجب نفسه لأن ده بيكون قتال دموي وفوضوي ومليان رعب، وواضح كده إن دي هتبقى مذبحة يا شيء. لكن بيتفاجئ زايلو إن توتا بقت جنبه وبتقول له: انا جاي عشان اساعدك. وقائد الجنود بيبقى متضايق جدا ان في واحد من الابطال هو اللي انقذهم، وده بيكون عار بالنسبه لهم. وبعدها بيجي دوتا والبنت اللي معاه وبتقول توتا للفارس: احنا هنا عشان ننقذكم ومش هنسيبكم ابدا. لكن القائد الفرسان اول ما بيشوفها بيقول لها: انا عارفك كويس جدا، انت من الملوك المقدسة. وبيرفع سيفه على زايلو وبيقول له: هي بتعمل معاك ايه؟ لكن انت بيتكلمهم واحد من فريقهم واللي بيكون اسمه فينو، وبيقول لهم فينو ان في مشكلة كبيرة جدا. فبيسألوا ايه هي المشكلة، فبيقول لهم فينو ان الفرسان المقدسين يكونوا في طريقهم للشياطين عشان يخلصوا عليهم. فبيتعصب زايلو جدا وبيقول: يا القائدة بتاعت الفرسان دي بتفكر ازاي؟ ده كده هتموت الفرسان بتاعها كلها. وبيروح زايلو لقائد الفرسان وبيقول له: انت عارف القائدة بتاعتكم بتفكر في ايه؟ فبيفاجئه وبيقول له: احنا هنضحي بحياتنا في سبيل القائدة بتاعتنا. طبعا بيبقى زايلو متضايق جدا، وفينو بيقول له: لو الفرسان ماتوا كده هتفشل المهمة وانت ودوتا هتموتوا. فبيقول له زايلو: طب انا عايز اعرف مكان الفرسان عشان اروح اساعدهم والمهمة ما تفشلش. فبيحدد فينو مكانهم وبيقول له على المكان عشان يروح وينقذهم. وعلى الناحية التانية بيكون زايلو ودوتا وتوتا موجودين في البرج وبيراقبوا اللي بيحصل. أول ما زايلو بيشوف كده بينط وبيطير في الجو وبينزل أرض المعركة وبيبدأ إن هو يفجر فيهم واحد ورا التاني. الوحوش بتضرب عليهم كائنات غريبة فيعمل انفجار كبير جدا بيخلي الوحوش كلها تكون ميتة على الأرض. بعدها بتروح له القائدة كيفيا وبتسأله: أنت مين وجاي بتعمل إيه هنا؟ فبيقول لها: يا ريت كنت نفسي أشرح لك، لكن الوقت ده مش مناسب إن أعرفك أنا جاي ليه هنا. فجأة في جوه غريبة بتنتشر في الأرض وأي شيء بيتحول
بيتحول لوحش وبيقول لهم زايلو إن ملك الشياطين موجود هنا في الأرض دي وجاي عشان يدمرنا. فجأة بيلاقوا عدد كبير من الوحوش بيقرب عليهم، فبيجهزوا قوة كبيرة جدا وبيضربوا على القصر اللي موجود فيه الشياطين. لكن فجأة بيظهر درع وبيصد القوة دي وبيقلب الهجوم على الجنود وبيخليهم يتدمروا. لكن ما عدا زايلو والقائدة وتوتا بيكونوا لسه عايشين، فبيقول لها زايلو احنا مش هنقدر عليهم ولازم ننسحب دلوقتي. لكن القائدة بتكون مش عاجبها كلامه وبتقول له انت شكلك من الأبطال، فبيقول لها ايوه فعلا من الأبطال. فبتقول له القرار بإيدي أنا وأنا اللي أقرر هنعمل ايه. وفجأة بيتضرب عليهم قذايف من كل مكان بتدمر أي حد بيقف قدامها أي حد، وبيبدأوا الوحوش يهجموا أكتر وأكتر ويدمروا في الجيش بالكامل. لكن بيقدر زايلو بقوته التفجيرية إنه يموت أكبر عدد من الوحوش الموجودة. وفجأة بيحصل انفجار بيخليهم يقعوا على الأرض كلهم ويغمى عليهم، وأول ما بيفوق زايلو بيلاقي توتا واقعة قدامه وبتقول له أنت المفروض تستخدم قوتي وإلا هنموت كلنا هنا. بيوافق زايلو إن هو يستعير القوة بتاعتها عشان يقدر يخلص على الوحوش، وفعلا بيعور نفسه وبتشرب القائدة وبتقول له أنت قتلت ملك الشياطين لكنك عملت جريمتين، إنك سرقت واحد من أهم الأسلحة وتاني حاجة إنك خطفت واحدة من الملوك المقدسة. فبتقول لها توتا هو عمل ايه عشان تقولي له كل ده؟ فبتقول لها القائدة انت ما تعرفيش الجريمة بتاعته اللي خلته من الأبطال. فبتسألها توتا ايه هي الجريمة بالظبط؟ فبتقول لها كيفيا ان زايلو قتل واحد من الملوك المقدسة. فبتتفاجئ ساعتها توتا لأنها من الملوك المقدسة. بعد كده بنشوف زايلو وهو مربوط وواقف قدام القاضي عشان يتم محاكمته على اللي عمله. لكن بيقول لهم زايلو ان هو ما قتلش الملكة المقدسة، لأنها يحصل إيه في زايلو؟ القاضي هيحكم عليه بالإعدام أو هيسيبه يكمل كبطل ويحارب الوحوش اللي موجودة.